تاني إعدادي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معانا سؤال النهاردة هنتكلم عن المتباينة. بيقول لك أوجد مجموعة حل المتباينة الآتية في الآر اللي هي الأعداد الحقيقية، ممثلة على خط الأعداد. تمام. هنا بيقول لك 7 إكس ناقص 9 أكبر من أو يساوي 4 إكس. هنا هنعمل إيه؟ هنخلي الإكسات مع بعض والرقم مع بعض أو الأرقام مع بعض. هنخلي ده ركن وده جنب، يعني ده وحدي وده وحدي. هنا هتلاقي عندك 7 إكس أهياتي، حد جنبيها أختها اللي هي 4 إكس، تروح الناحية التانية تغير الإشارة، تبقى -4 إكس أكبر من أو يساوي. -9 ده رقم مفيش جنبيه إكس، يبقى يروح الناحية التانية ويقعد وحدي، يبقى -9 والله ما هيتحرك من مكانه من غير إشارته. 7 إكس ناقص 4 إكس هيديلك 3 إكس أكبر من أو يساوي 9. دلوقتي انت عندك مين مضايق الاكس؟ المضايق الاكس اللي هي التلاتة مضايقة الاكس، اقسم عليها في الطرفين، هنا على 3 وهنا على 3. بس خد بالك، شوف اللي بتقسم عليه ده موجب ولا سالب. 3 موجبة، يبقى الإشارة دي مش هتتغير ومش هنلعب فيها. أما لو هنقسم على عدد سالب هنعكس الإشارة، إشارة التباين يعني. دي تروح الإكس تروح مع التلاتة، يفضل لك إكس أكبر من أو يساوي 9 على التلاتة فيها الكام؟ فيها التلاتة. يبقى إكس أكبر من أو يساوي التلاتة. قبل ما تجيب مجموعة الحل ارسم الأول وبعدين حط مجموعة الحل، هيبقى أسهل لك. طبعا ده عندنا خط الأعداد، هنا ما لا نهاية الموجبة وهنا سالب ما لا نهاية. حط التلاتة مثلا هنا في أي مكان، خليها في النص مثلا. خلاص. دلوقتي أنا إكس أكبر من أو تساوي 3، يبقى أنا كده ماشي ناحية، هعمل دايرة ماشي ناحية ما لا نهاية الموجبة. طيب الدايرة دي أظللها ولا أسيبها مفتوحة؟ لا أظللها. طيب ليه؟ علشان هنا عندك علامة أو يساوي، يبقى الإكس أكبر من أو يساوي 3. طيب مجموعة الحل، هقول له مجموعة الحل تساوي، هنا بنعمل فترة، الفترة دي من 3 لما لا نهاية، يبقى الفترة عندك من 3 لما لا نهاية. طيب التلاتة دي مغلقة ولا مفتوحة؟ مغلقة عشان في علامة أو يساوي. طيب الما لا نهاية دايما مفتوحة، ودايما تاخد بالك الما لا نهاية دي كبيرة خالص والتلاتة صغيرة، دايما الفترة ببتدي فيها بالصغير، يبقى هبتدي بمين؟ هبتدي بالتلاتة وبعدين أحط الما لا نهاية.